بس صار عندنا الدجاج بهذا الشكل هيجي تمام. وننطلق. بسم الله. شو احكي شو اقول؟ منظر الحالة هيك. هسه انا اول شيء عندي نص كيلو صدور دجاج ننزلهن بالسكينة حبايبي، وبهذا الشكل نسوي كل قطعة قطعتين. بسم الله. هيك اريدها. وهاي لانه عندي ثخينة كلش راح اسويها 3 قطع. هسه راح احولهم بكاسة، وحتى نتخلص من زفرة الدجاج راح اضيف شوية ملح، شوية خل، وانزل عليه بمي عادي مال بوري. هيجي تمام. هسه راح اتركهم بالمي والملح والخل لمدة 10 دقائق. وهاي هنا بعد مرور 10 دقائق هسه راح اروح اغسلهم وانشفهم. بسم الله. وهسه هنا بعد ما غسلنا الدجاج غسله معدله ونشفناهم، راح نجيب اي كيس نايلون متوفر عندنا، وراح ننزل الصدور مالت الدجاج بهذا الشكل. هسه بالشاكوش مالت اللحم او اي مدقاقه مالت اللحم عندكم اياها تقدرون تستخدموها، او اي ثقل تقدرون تستخدمون عادي، المهم شي بس نفتحها شويه. بسم الله. وهيجي تمام. ايش قد ما بيكم رفعوها. وهسه راح اجيب التبسي راح اشتغل بيه واخليه على صفحه، وانزل بيه الدجاج بهذا الشكل، ونكمل الباقيات بنفس الطريقه. اهم شيء ندقدقهن دقه معدله. وهيجي تمام حبايبي. نصفطهم بالتبسي بهذا الشكل. بس هنا عندي كاسه راح اضيف بيها نص ملعقه صغيره فلفل اسود، ملعقه صغيره بهارات دجاج متروسه ترس، وملعقه صغيره بابريكا، وملح كميه الملح حسب رغبتكم، وعصره ليمونه كامله، وحسبة نص فنجان زيت زيتون او زيت نباتي. واخر شيء راح اضيف حسبة ملعقه كبيره خل. يجي تمام. ونخلط الخلطه معدله. بسم الله. ويجي تمام. الصوص صار عندنا جاهز. هسه وين نعدل قبل ندزلهم فوق الدجاج مالتنا. بسم الله. ويجي تمام حبايبي. هسه شنو راح اتركهم بالتتبيله حسبة نص ساعه، وتقدرون بدون ما تتبلوها عدلوا قبل على الطباخ. هسه حبايبي راح نشغل عليه النار. بسم الله. بس بلش يفور عندنا. هسه راح نخليه على نار متوسطه من 10 دقائق الى ربع ساعه الى ان ينشف عندنا المي. وهنا بعد مرور 8 دقائق. هسه شنو بس راح نقلبه على الوجه الثاني. هسه راح نبقيه الى ان ينشف عندنا تماما. بس صار عندنا الدجاج بهذا الشكل يجي تمام. هسه راح نطفيه، وراح انزل عليه بيش بعصرة ليمونة وسنين ثوم مهروسات. بسم الله. يابا وهيجي التبسي مالتنا صار جاهز. عندي هنا وياه شوية ثومية. هسه حبايبي بوصلة الخبز ننزل وين هنا أنا بالشعبية. هيجي تمام. ناخذ لنا شوية وصلة دجاج. يا ويلي قاعدة هيجي. وين يابا ننزل هيجي بالثومية وننطلق. بسم الله. ويلي الوصفة اللي ما يجربها عمره خسارة، يعني خطيرة بكل معنى الكلمة. شو احكي شو اقول؟ منظر الحالة هيك. يا ويلي هاي اهم شي هنا هيك بالمي جوا وننطلق هيك يابا. طبعا ويا الثومية النكهة غير تصير. يا ويلي. بسم الله. سووها وانتظر رأيكم بالتعليقات. ولنا حبايبي وصلنا نهاية الفيديو. ان شاء الله نشوفكم فيديو جديد. تحياتي لكم.